مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذا الخبر العاجل الذي وردنا الآن بعد جمال بالماضي وصالح باي عبود مسؤول كبير آخر يرحل عن المنتخب الجزائري. أعلن عبد المجيد رزقان المدير العام لاتحاد الجزائر استقالته من منصبه خلال اجتماع دوري لمجلس إدارة الفريق، وتأتي الاستقالة نتيجة لخلافات حول بنود العقد الملزم لعبد المجيد رزقان بالنادي. حسب ما أفاد بيان رسمي من الإدارة، تم التشديد على زيادة الجهود ومتابعة العمل في مركز التدريب بعين بنيان خلال الاجتماع الذي عقد وفقا لتوجيهات الشركة الأم سيربورت. تمت مناقشة جميع جوانب المشروع بما في ذلك المعدات الرياضية وتخطيط المركز، التدريب، استقالة عبد المجيد رزقان، تسلط الضوء على التوترات داخل إدارة النادي والخلافات التعاقدية. تأتي هذه التطورات في سياق طموح النادي لتعزيز بنية تحتية قوية وتطوير المركز التدريبي، وهو ما تم الإشارة إليه خلال الاجتماع. رحيل المدير العام يثير أسئلة دون إيجاد إجابات حول مستقبل الاتحاد الجزائري والتعديلات الممكنة في إدارة النادي. قد يكون من الضروري تحقيق انتقال. ختاما، المرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في الفيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.